مرحبا، أنا مهند أبو خمرة. أكو هواية منكم عندهم أحلام وطموحات وموهبة بس ما عندهم فرصة. أنا جاي اليوم حتى أقدم لكم هذه الفرصة. مرحبا، أنا رسلان حداد. أكو هواي منكم عندهم أحلام وطموحات وموهبة بس ما عندهم فرصة. أنا جاي اليوم حتى أقدم لكم هاي الفرصة. شلون يا شباب؟ شلون نتأثر بأستاذ مهند أبو خمرة؟ لا أشهدك أنت بالضبط. لا مو بالضبط، بس أنا أحبه وأتقلده بكل شيء. أستاذ مهند أبو خمرة فنان وقامة فنية مهمة بتاريخ العراق الفن الحديث، وهو عنده شغلة حلوة وتميزه على بقية الفنانين العراقيين، لا أشوف حتى على الفنانين العالميين. هو فنان بثلاث شغلات: ممثل ومخرج ومؤلف. شلون مصطفى العبد الله؟ مطرب ومنتج ومخرج. عاشتيتكم والله. العراق بمواهب، الله يحفظ العراقيين. اللي عنده هي طاقة المفروض نسوي له تمثال. شو تقولون؟ أصدقائي متابعين جماعة وطن، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أحب أبشركم بشارة حلوة. لأول مرة بتاريخ العراق وبتاريخ الدراما العراقية شخصية وطن تمثال منصوب في حديقة الزهراء، تقدرون تزوروه وتاخذون صور وياه. إن شاء الله هذا التمثال راح يكون ذكرى لهذا المسلسل ولهذه الشخصية. تستاهل أستاذ مهند، تستاهل. وشخصية وطن تستاهل هذا التمثال أيضا. وإذا ضايجين أنتم كجمهور، أنتم اللي تقرون وبس ليزر وتحزنون بالعالم، ليه ضايجين من هذا الشيء؟ وليش مهند أبو خمرة بالذات عنده تمثال؟ فحب أقول لكم الولد شاطر وملتهي بشغله، وحتى بالتصوير داخل السيت فارس شخصيته وما له علاقة بالتصوير والسيلفي وشغلات السوشيال ميديا والستوريات. لا، هو مركز ومقابل أداء الممثلين ومدفوته لا صغيرة ولا كبيرة، بحيث الراكور والرونقات والوضعية لا هنا عندك الحوار خطأ، أنت جاي تقرأ بس حافظ، أنت لا هنا أنا أدي هيجي. يعني هو شو تريدونه؟ ليالي الحلمية لو موجود، هو عم لو موجود بمصر، الله أكبر. صحيح. فشلت استاذ مهند. انا مؤمن بيك انه مصر معتازتك، سوريا معتازتك، انت مخرج ومؤلف ومنتج وكلهن. عاشت ايدك. صار لي ساعه امدح بيك واقول مركز بشغله وما له علاقه بالسوشيال ميديا، يلا عاد طايحت لك تحت الفراش. اما بخصوص الناس اللي تفاعلت ويا خبر تمثال ابو خمره، هوايه ناس كانت فرحانه بهذا الشيء، باعتبار استاذ مهند بطل قومي ووطني وقدم منجز كبير للعراق. ولو ما هو كان هسه داعش لحد الان ما طالعه. شكرا للجمهور اللي ايد فكره التمثال، وهاي صفقه من عندي لهم. المهم، شخصيه وطن شخصيه حلوه، بس لا عبالكم لها علاقه فدائي صدام. لا يا ابوي، شو لها علاقه؟ نيلها. بطلوا التعليقات السلبيه بابا، بطلوها. هاي تخيلاتكم وامراضكم وعقدكم. شو عليها بالفدائيين اللي جابهم صدام من ملاجئ الايتام وخلاهم يذبحون العالم وياكلون ذيب وياكل مدري شيء؟ اكو واحد ياكل حيه هو الريزه مو طيب. وبعدين صاروا قاعده وصاروا داعش. لا، وينكم مسلسل وطن ما له علاقه بمشروع ابابيل مال فدائي صدام. لا تفكرون بهاي العقد، لا تفكرون هيك حبايب. اما بخصوص التمثال، هسه خل احكي صدق. استاذ مهند ابو خمره مخرجنا الكبير سوى قبل لا يبدا المسلسل بيوم او يومين نشر مقطع التمثال وكتب عليه هذا الكابشن: لأول مرة في تاريخ العراق والدراما العراقية يتم نصب تمثال تذكاري لشخصية وطن التي ترمز للبطل الذي يدافع عن المظلوم وعن العراق. تم نصب هذا التمثال في حديقة الزهراء. يعني حاليا تقدرون تزورون النصب والتذكار بأي وقت تردون. وأتمنى أن يكون ذكرى جميلة الكل محبي شخصية وطن، باعتبار وطن جاب لنا ماسي. ليش شوي ونس محمود قول على السعودية؟ لا عم وطن حط هيجي حط. ومن طلعت الحلقة الأولى من المسلسل طلع وياه هذا المشهد. في هذا اليوم الذي لا ينسى من ذاكرة كل العراقيين، وبعد مرور سنة على استشهاد البطل وطن، يشرفني أن أعلن تدشين تمثال بطل العراق الذي دفع حياته
وكل أصدقائه وأهله ثمنا لإعادة الأمل لكل أفراد الشعب العراقي. مشهد كلش طبيعي، بس المو طبيعي أبو خمرة مهند خدع الناس بهذا التمثال ومشي عليهم أنه الحكومة هي الناصبت له التمثال على مود شخصية وطن. برأيكم هذا الشيء صحيح قانونيا؟ يعني أنا مثلا أطلع وأقول هذا الشارع سموه باسمي وهذا الشيء ما له أي صحة، هنا القانون يعاقبني لو لا؟ طبعا يعاقبني، بس ليش هاي الإشاعة نشرها أبو خمرة مشت هيك؟ ما ندري. أنا هم ما أدري، هسه أنتم مشاهدون قلتوا ما أدري، أنا هم ما أدري. وإذا الحكومة صدق تدري وعندها علم وصدق ناصبين تمثال الشخصية وطن، فهاي مصيبة كبيرة، لأن لا مهند أبو خمرة ولا غيره يستحق نصب تمثال لهم، لأنه مع احترام الشخصياتهم الإنسانية واحترام المنجزهم الفني. هسه زين مو زين هاي بحثا آخر، بس ما معقول ومو من الإنصاف تمثال لشخصية طلعت بمسلسل النصب إلها تمثال، وعم بابا أو المتنبي همين إلهم تماثيل، يعني تقارنون بعم بابا والمتنبي وهاي الشخصيات أبو تحسين الصالحي، علي النداوي، أميمة، هاي الشخصيات اللي قدمت اللي حاربت الشخصيات. يونس محمود مثلا يستحق، عماد محمد لا نجم المنتخب الوطني، احمد راضي، هاي الاسماء اللي ما تحضرني. بكل المجالات عندنا مبدعين، حتى بالسياسه ايش قد تقولون اكو انا اكره السياسيين، وش قد نقول اكو شخصيات بالسياسه فاسده وهاي، بس بنفس الوقت تلقى ناس تستحق لو خليت قلبت. ومن منبر وبلي اطالب بنصب تمثال لسعلوسه. استاذ مهند، اذا كانت نيتك تسوق للمسلسل وتثير لغط فاقول لك هذا الشيء غلط، لا تكذب على القانون او لا تكذب على جمهورك. انا واحد من الناس تثق بيك، بس ورا هاي السالفه بعد لو تقول لي انا احسن مخرج او احسن من ميل جيبسون هم ما اصدقك. انت فنان مو سياسي، فلا تكذب. اوكي؟ وهسه نبقى بنفس القناه لان راح نبدي بغير مسلسل. زمزم ابنك مهيدي عايش. يعفى. أنا مهدي أبو صالح. تعيش وتموت بس على الدم. الله الله، ايش قد احب هاي المسلسل، وايش قد كان لها دور بطفولتنا، بحيث اي واحد اقرع بذيك الفتره تلقب صبحي الاقرع. لو مكي عواد شخصيه نواف، رحمه الله على روحك مكي عواد، الوحيد اللي ضحكني بالعراق، رحمه الله على روحه. مع احترامنا لباقي الفنانين كلهم مبدعين والكوميديان وتحياتنا لهم. شفنا مشاهد من المسلسل طلع مهيدي عايش بالخير وبالبركه، بس اكو شغله رجعوا لي اياها شويه ما انتبهت لها. أنا مهدي أبو صالح. تعيش وتموت بس على الدم. عود ليش مهيدي؟ وعود ليش ابو صالح؟ عود ليش هذا الاسم؟ ليش هاي التلميحات اللي هي بصوره غير مباشره؟ مهيدي وعصابته ومكبسلتشي، وهسه طلع عايش واكيد عصابته كبرت وصارت ميليشيات، هي هاي تردونها غير؟ عاشتيتكم. تنكيات على رزقه. هذا شريك الحوت اللي مهيدي ذبحها برد عصام. هادي ترى جماعة الحج راح يقتلوك. مبينة تكرار مفردة الحج وهذا الضرب تحت الحزام، كعبة طائفية وبسامير، ترى بينت هاي الأساليب وصارت قديمة جدا. صح لو لا؟ ما حد قال صح، اوكي. الفن رسالته توعي الناس من أي خطر يهدد السلم المجتمعي والكراهية بين الشعب الواحد. يعني ليش المؤلفين اللي عندنا ما يبتعدون على هاي الأسماء اللي تمس طائفة معينة؟ تعلموا من الكاتب الكبير صباح عطوان شلون كان يريد يسوي لغة تربي المجتمع والثقفة. الواقعية وسخة، الشارع مالنا قذر، اكو مسائل وبلاوي بالشارع كلش مهينة. شو الغاية من أن أقدمها على الشاشة؟ أنا لازم أقدم المثل العليا على الشاشة حتى الناس تقتدي بيها. أنا أريد الناس تقتدي بيها، ولذلك الأعمال اللي أنا أسويها أعمال تعيش. عاشت يدك استاذ صباح، هو هذا اللي نريده. نريد واحد من جرح يشيلنا من يشوف مسلسل نتعلم منها مو نتنرفز. وبما انه طريقه تفكيرك هيك احب اسالك شنو رايك باختيار اسماء الشخصيات بالمسلسلات؟ مو المفروض ما نخلي بيها تجريح لاي مكون معين؟ ممكن تجاوبوني؟
الاسم هلا يعني مثلا ليش ماكو سجاد؟ ليش ماكو علاوي؟ ليش ماكو عمر؟ ليش ماكو حسين بالدراما العراقيه؟ انا ما احب المفردة اللي بيها نفس طائفي. ما كانت طائفيه. ما احب، انا شخصيا ما احبه. ما اريد اقول عمر وهذا علي. لا يعني ما موجوده عايشه. لا ما تعجبني هاي المفردة، ما استخدمها. بس ملاحظه صغيره هنا استاذ صباح، ترى هذا الاسم مختاره من الجزء الاول، بس حبيت اذكرك انا لا اكثر ولا اقل، ولا تاخذها عليه غير شيء او ردت اطلع تناقضاتك، اتمنى تفتهمني صح. اسم مهيدي وحويدر ابو جمره، ترى انت كاتبهن مو صحيح استاذ؟ ما اعرف. لا والله استاذ صحيح ولا مو صحيح؟ ما اعرف. اذا انا غلط قلت غلط. وبخصوص الحلقه الاولى من مسلسل عالم الست وهيبه، ممكن اسال سؤال؟ اريد اسال المخرج المؤلف صاحب القناه اللي يتبث عليها المسلسل، السؤال هو، لا خلينا نشوف هذا المقطع وراها اسال. بداية شغله كانت مع حيدر. حيدر هذا ملقب بحويدر أبو جمرة، وحويدر هذا عنده علاقات مع مروجي الحبوب المخدرة، واللي منهم مناف الطراد. ومناف الطراد هذا عنده ارتباط مع مؤسس حزب سري هو ياسر عدنان، وياسر عدنان عنده تخابر مع جهات خارج القطر. سؤالي، ليش حولتوها من قصة اجتماعية لقصة بها خلفية سياسية وسويتوا مهيدي المكبسلتشي العصابتشي مرتبط بحزب معارض لنظام صدام ومرتبط بدولة معينة؟ وانا اللي سمعته واجتني معلومة من جوا لجوا انه اكو حزبين قديمات عارضا صدام راح يرفع عن دعوة على القناة بخصوص هذا الشيء. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. وانا هستوني فاطر، هسه يدورنا على غير موضوع، لا خليني ارجع لكم. انت منتج العمل، العام وقفوا لك عمل كاسر، انتهى ملايين الدولارات اللي جاي تصرف ويوقفون، شنو العلاقة هاي؟ هسه خلي نشوف والله ايش عندنا غير مسلسلات، ايش راح نتابع، ديروا من اليو تي في وخلي نشوف الام بي سي. انت لازم تقتلها، لازم تقتل مرت اخوك. ليش بابا ما تقول لي اشتر دين من عندي بعد؟ ليش حتى ابويا كنت انت؟ لك مو انا احبك واريد مصلحتك، ليش ما تقول لي ليش راح تسوين بيا؟ ليش انا اخوك سالم ليش هيك تسوي بيا؟ شلون؟ ليش والله اذيتيني؟ مو صوتك سالم، العتب علي انا اريد اكبرك ومعتبرتك. ليش والله راح تخميني، تعبتيني كلش تعبتيني. طبعا ذول اهل الرياضات والمقاطع الكوميديه يفلشون اكبر مسلسل بالدنيا. شنو ببالكم؟ هاي مسلسل لا كاسا دي البابيل يفلشونها تفلش، هاي الاسباني يفلشوها بالتحشيش، مو انه بمسلسل خان الذهب. ايش بيه مسلسل خان الذهب؟ لا والله ايش بيه يتحششون عليها. وذا الفنان الكبير غسان اسماعيل بنهايه المسلسل مثل تمثيل خرافي، هاكم استلموا. فد ندمان والله العظيم، هسه الموت ارحمني. ايش بيه هذا الاداء؟ اريد اقول لكم كلش مشتاق لكم، بس لا ضايجين مني بسبب اللي سويته، ترى اللي جاي اقوى من اللي فات. مسلسل خان الذهب رجعت لنا بموسم ثاني جديد تكمل الموسم الاول، طبعا للامانه عمل حقق نجاح باهر وكل الشخصيات اللي بيه محترمين وحققوا نجاح كلش كبير. وهسه الجزء الثاني تكمله الاول. لا مو هو تكمله، لا. ايش سوى المؤلف؟ رجعها للجولتشي. هنا المخرج والمؤلف رجعوا الميتين. طبعا مو مسلسل معجزه، الله وكيلكم وتقولون زمن المعجزات انتهى وعبالكم بس النبي عيسى يحيي الاموات. لا، حتى المخرج قام يحيي الاموات. صح البكي ما يرجع الميت، بس للامانه مسلسل خان الذهب ترجعه وبكل بساطه. واكو شغله بمسلسل خان الذهب الموسم الثاني، مشهد شبعني بكي، شخصيه الفنان الكبير عزيز خيون. ابو الايجار طلع من بيته لان ما عنده يدفع الايجار. مو هنا القاهرني، لا القاهرني هذا المواطن الفقير ما عنده يدفع ايجار، عنده ايفون 15 برو. الفقير عنده ايفون، الاموات يرجعونهم، كلش حلو، عاشتيتكم. زين اذا هيك تقدرون ترجعون الاموات، اكيد تقدرون ترجعون المطرودين او المشحوتين من مناصبهم. اتأدب زين؟ انت ياهل يمك، ليش اخذت على روحك؟ لا والله انا مو يمك. اتأدب زين؟ معذور، حقك متنرفز وضايج لان سووا لك ميسي، اقصد لين فصلوك. يابا ما دام نبيل جاسم ذكرنا، ديروا لنا اياه على العراقيه، ايش بيهم المسلسلات؟ ولا له علاقه بندها ابو اخوته. كل يوم
سوي له قناة خليه ياخذني اللي مكان اللي ببطني. انا ما اريد اللي ببطني، انا ما اريد اللي ببطني. ما عندك بكرة مواويل الرياض أحمد؟ أرجع وأذكرك ترى إحنا قاعدين بمولدي مو باستوديو 10. لا تلو من طول. قناة العراقية اللي كان مديرها نبيل جاسم وهسه طلعوه تأدب زين. ايش قد شمتوا بيه؟ يقول لك كان طيب ويا الموظفين، بس عجب هيك. المهم هاي السنة العراقية أنتجت تقريبا 9 مسلسلات، شيء حلو، أسماء حلوة. المهم حركة إنتاجية صارت وممثلين اشتغلوا وحركة الدراما بدأت تفتر. بس اكو شيء ما ادري، شيء غريب دوخني. ابطال هالمسلسلات اللي جايه تنعرض على قناه العراقيه صارت كل ضخوك لا يتبرى من المسلسل. ايش عجب، شكو صاير؟ ممثل يتبرى، مخرج يتبرى، شكو بيكم شيء؟ انفهمونا شو كلها تبرت؟ زين مو الاب الشرعي او الابن الشرعي ذن المسلسلات، هسه شو نسوي لهن؟ نسوي تحليل دي ان اي؟ ليش تبريتوا؟ هي وحده من ذن 3 شغلات. لو الممثل اول ما عرضوا له العمل كان يريد بس يسلك وضعه وياخذ اجور ويريد يشتغل، ما يدرك اعمال هواي وهيك، لان كانت واقفه تدرون عجله الدراما. لو صار تلاعب بالنص، لو صدق لعب بالاعدادات وصار تغيير بالاخراج لو بالمونتاج، والممثل له حق بهذا الشيء لان صار تغيير بعمله. لو السالفه موديل مال انا اتبرى من هذا العمل اللي كنت مشتغل به حتى تصعد ترند وهاي اتفاقات تصير بين العمل وطش. لو الاحتمال الاخير، شنو هو الاحتمال الاخير يا محفوظين السلام والبقى؟ قال لك الجمهور وعى وصار ذكي وبعد ما تعبر عليك لاواتنا. على طار الجمهور، انا رسلان حداد واحد من جمهور هاي الاعمال اللي تقدم، كل القنوات تعبت وقدمت اعمال اذا كانت جيده او يعني مو بالمستوى، الكل تعبوا. مبروك لكم وان شاء الله يا رب تتحسن هاي الاعمال. احنا من ننقد هاي الاعمال البسيطه اللي بيها بعض الاخطاء حتى نقومها. انا لا مقدم نفسي ناقد ولا غيرها، الكل اخوه، الكل محترمين وما عندي شيء شخصي وياهم، ولا مقدم نفسي ناقد فني واريد اسيء لهم او غيرها، لا. انا اقول على هذا العمل حلو، هو حلو فارض نفسه، والعمل المو حلو نقول عليه حتى تصحح الاشياء، باعتبار احنا محبين للاعمال وكل الاخوه هم زملاء واصدقاء ونحبهم، وكل كل القنوات مقدره ومحترمه. المهم فالمفروض اكو لجنه رقابيه، احنا نشاهد اعمال تسيء للحكومه وكاتبين شكر خاص لوزاره الداخليه، لوزاره الدفاع، لفلان شخصيه، لمستشار فلان، وكهرباء ماخذين من الدوله ومن الهاوي يسيئون للحكومه. احنا ما نقول للحكومه انبياء، احنا نريد نمشي العجله، ندعم، نشجع. والله العظيم من افوت اشوف جسور وهاي اقول خاف اموت وما مكمله هاي الجسور، اريد اشوفها، اريد نصعد. يعني تدري بيوم اللي فتح جسر الفنون الجميله، والله احمد بالله العظيم رحت عليه 3 مرات ورجعت ما عندي شيء، فرحان اريد نشوف اعمار. احنا صار طموحنا تبليط، طموحنا نشوف بنايه صارت، يعني احنا هاي طموحاتنا، فاحنا نريد ندعم. ولا احنا شو محصلين مثلا؟ ها؟ لا والله احنا شو ضامنين وياهم حتى ما يدعموننا والله العظيم. فالمفروض اكو لجنه او لجنه، خليني احكي مثل مقدمي الاخبار، لجنه تعرض عليها النصوص توافق، وحتى الوزارات من تدعم بسياراتها وغيرها، وزاره الصحه، الداخليه، الدفاع، تعرف هذا نصبي دعم للحكومه، دعم بي للمواطن، بموضوع يعني توعوي. مو تعطي سياراتك وتعطي اشيائك اللي هي من خزينه الدوله انه بيحشون على الدوله. فرسالتي الى هيئه الاعلام والاتصالات والى دوله رئيس الوزراء والى كل المعنيين بهذا الشان، قرار حكومي انه اكو لجنه تراقب النصوص والاعمال والبرامج، وحتى احنا يقيمونا اذا خطا يقولنا قاعد عم ببيوتكم، كلش طبيعي والله العظيم. افتح المكتب مال الدلاليه وابيع، كان شو اسوي؟ ويشوفون هاي المسلسل صالحه، هالمسلسل لا، هيش طبيعي الموضوع. لان ماهل يجي يكتب ويصور ويبث بكيف، هنا السالفه مو صحيح. مخرجينه، منتجينه، ممثلينه، بشرفكم لا تخربون المجتمع. هاي الحكي اذا شالوا الاعلانات المسلسلات، المخرج يقدر ينزل الحلقه ستوري، صح لو لا؟ باي باي.